السلام عليكم أحبتي في الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ليصلك كل جديد. اشترك الآن. كانت ليلى بنتا في العشرين من عمرها، كانت مولعة ببرامج التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. كانت تتكلم مع الكثير من أصدقائها على الفيسبوك، وكانت تعرف الكثير من الأصدقاء من معظم دول العالم، فكانت تذهب إلى عملها وتأتي مسرعة إلى البيت لتفتح الفيسبوك، فقد كان يمثل كل حياتها. ولكن أمها حذرتها من ذلك، فحذرتها بألا تقيم علاقة حب مع أحد، فكل هذه العلاقات تقام على الغش والخداع والكذب، ولا يأتي من ورائه إلا المصائب. ولكن هذه البنت استمرت في صداقاتها على الفيسبوك، فتتكلم مع الكثير من الشباب ليلا ونهارا بدون حدود لهذه الصداقة مع من تكلمهم. وفي يوم من الأيام قام أحد الأصدقاء عندها على الفيسبوك بإرسال مقطع لأغنية رومانسية على الفيسبوك، ولكنه لم يكن أغنية رومانسية، بل كان هكرا لهاتفها، فإذا قامت بالضغط على تلك الأغنية لتستمعها فإنها ستفتح رابط هكر وليس أغنية. وبالفعل قامت بالضغط عليه فلم تسمع شيء، فظنت أن المقطع الصوتي تالف ونسيت هذا الأمر، ولم تعلم أنه هكر لهاتفها المحمول. وبعد عدة أيام تواصل معها هذا الصديق مرة أخرى، وكانت المفاجأة لقد أرسل إليها صورا خاصة لهذه البنت، وقد كان في هذه الصور صورا عارية. فتفاجأت البنت وسألته من أين أتيت بهذه الصور، فأخبرها أنه قد أرسل إليها هكرا على هاتفها، وهذا الهكر يقوم بتشغيل كاميرا الهاتف باستمرار بدون أن يظهر على شاشة الهاتف، ويقوم بتصوير ما حوله. وبالفعل صورها الهاتف مرات كثيرة وهي عارية، فبكت البنت وقالت له امسح هذه الصور، ولكنه امتنع وقال لها إن لم تفعلي ما أقوله سأفضحك، وقام بابتزازها وذلها. فكل هذا حدث من وراء الفيسبوك وبرامج التواصل الاجتماعي، ومن وراء الاختلاط بين الشباب والبنات. فعلينا الحذر من تلك البرامج، والتي تسبب لنا الكثير من المصائب التي لا نستطيع أن نتخلص منها بعد ذلك، فعلينا الحذر.